بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في عالم فطوم أحلى. اليوم إن شاء الله هسوي معاكم كيكة بسيطة وهنشوف الطريقة. في زبدية حطيت 3 كاسات من الدقيق، ونص كاسة سكر، وربع ملعقة بيكنج باودر، وأقلبهم مع بعض. هنا على بال ما أجهز الصينية حطيت فيها الورق، أسوي فيها الكب كيك. حطوا لي اللايك، اشتركوا في قناتي حتى يصلكم كل جديد. هذه كمان صينية أسوي فيها أكمل فيها، يكون في كب كيك وفيها يكون قطعة كاملة. أغلفها بورق الزبدة، في زبدية بيضة، ضرب فانيليا، كاسة حليب، نص كاسة زيت، وأخلطهم. بعد كده أبدأ أضيف الدقيق بالتدريج، أحطها في المنخل عشان تتخلص من الهواء اللي في داخلها. شوفوا القوام اللي حصلت عليه. بعد كده أبدأ أوزعها في الورق. أحاول إني أحط 3/4 ما أكملها عشان هيتضاعف حجمها في الفرن. والباقي حطيته في الصينية، حطيت جزء والبقية حطيت عليه شوية كاكاو بودرة، وأخلطه وأحطه من فوق الخليط وأوزعه. هنا شغلت الفرن على درجة حرارة 120، وأحطهم في الفرن. وهذا هو شكله النهائي. شوفوا شكله ما شاء الله. نحطها في صينية بطريقة مرتبة. وهذه الصينية الثانية ناخذ منها قطعة وأوريكم شكلها. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.